عندنا ايه كمان من الاوبشنز اللي ينفع نستخدمها؟ عايزه اقول لكم انه بجد كانفا بقى رهيب جدا. خليني الاول اقول لكم الحاجات الاساسيه، بعدين اقول لكم بقى رهيب في ايه. الحاجات الاساسيه كمان الصور الجاهزه. الصور الجاهزه هي بيديني كم من الستوكس، من الصور الستوك اللي هي الصور بجوده عاليه ومتاحه لاي حد يستخدمها كتير جدا. فانا مجرد ما هضغط على كلمه فوتو هلاقي انه فتح لي بعض الصور الكتير اللي انا ينفع استخدمها. بس انا مش هستخدم اي صوره، انا عايزه حاجه ريليتد بالموضوع اللي انا شغاله عليه. انا شغاله على مراتب، هكتب له ماتريسز وهبدا اخد الصوره دي ارميها في المكان اللي انا عايزه احطه. انا عايزه ارجعها ورا خالص، احط لها لاير ارجعها باك. طيب لا انا مش عاجباني الصوره دي، انا عايزه صوره باك جراوند عاديه جدا. يبقى هروح للباك جراوند وهختار باك جراوند عاديه بسيطه. لما ضغطت عليها هي اتحطت لي بشكل تلقائي في الباك جراوند. طيب ينفع اشدها واسحبها وانقلها هنا؟ أوه، قمه السهوله. مجرد ما شدتها حطيتها بالشكل ده. طب حلوة بس أنا عايزة أخففها شوية، أعمل إيه؟ أروح ترانسبيرنسي وهعملها أخف شوية. ليه؟ عشان تبقى متناسقة مع الشكل العام اللي أنا بعمله. طيب الصورة حلوة خلاص، وأنا كتبت العرض بتاعي و50% ولا 25% أوف وكل اللي أنا عايز، الإليمنتس اللي عايزة أحطها حطيتها. عايز أركب صوت على الصورة هعمل إيه؟ أروح للأوديو وأختار واحد من الأصوات اللي موجودة. هقوم واخداه عامله كليك عليه. مجرد ما عملت كليك شفته نزل فين؟ نزل على اللاير، احنا كنا فاتحين اللاير الاولى شغالين عليها، البيج الثانيه نزل تحتها بالظبط. لو انا كبرت البيج دي هيكبر لي معاها المساحه بتاعه الصوت. فلما اجي اشغل الفيديو من هنا مثلا، ده ما فيهوش صوت، بدأ يظهر لي الصوت مع الصوره. حلو. طيب الراجل ده انا شايفه بيتحرك، هو اتحرك ازاي؟ اتحرك عن طريق حاجة اسمها انيميت. شايفين كلمة انيميت اللي فوق دي؟ انيميت فيها حركات كتير قوي. مجرد ما وقفت انا ما بضغطش، انا بس بقف بتفرج على شكل الحركة بيبقى عامل ازاي. هختار شكل الحركة المناسب ليا، او مثلا المجموعة دي لما بدخل من سلايد لسلايد تانية فبتبقى لطيفة جدا. فبدأ يعمل لي الحركة المناسبة للفيديو اللي انا عايزين نشوف الحركة. معلش، شايفين هنا عملت بلور؟ لا انا مش عاجبني بلور، هدخل اعمل له حركة تانية. اي ما كانت الحركة اللي انت شايفها مناسبة للشيء اللي انت بتنتجه. يعني حركة ودخلة الاشخاص هتبقى مختلفة عن دخلة منتج. فاهمين؟ طيب هل الحركة دي بعملها في الدخول بس؟ انا اقدر اعملها دخول او خروج او الاتنين مع بعض. ناخد الحركة دي ونعملها بوث. بوث يعني وهو داخل وهو خارج، الاليمنت دي وهي داخلة وهي خارجة تعمل حركة. جميل، حلو جدا. طيب ايه تاني من التولز هنا ينفع نستخدمها؟ ينفع نلاقي او نستخدم فيديوز جاهزة. تعالى كده نفتح بيج جديدة خالص ونقول له احنا عايزين فيديو عن مصر. هاخد الفيديو ده، انا ما عملتش اي حاجة اكتر من ان انا عملت عليه كليك، ضغطت عليه. هضغط كليك يمين وهقول له ريبليس الباك جراوند. هستخدم الفيديو ده از باك جراوند ليا، وهاجي اخد كل الاليمنتس اللي انا حطيتها في الديزاين بتاعي واحطها على الفيديو ده. يا خبر ابيض، تعالى بقى ندلت اللي احنا عملناه الاول ده ونشوف احنا عملنا ايه. فقدرت اعمل فيديو بشكل سريع. طب انا مش عجباني الخلفيه دي، هاخد الفيديو التاني اللي انا عايزه استخدمه وهروح ارميه على طول في نفس المكان، في مكان الخلفيه.
طب لا انا مش عايزه تبقى فيديو اصلا، انا عايزه صوره. هروح من الصور اللي انا اخترتها واختار صوره واضيفها. كل الموضوع دراج اند دروب بقمه السهوله. بس الفكره ان انا ابقى شايفين انا لما رميت الصوره على الشخص اتنقلت مكان صوره الشخص، لكن لا انا عايزه انقلها في الخلفيه. ف يعني بقمه البساطه بدات تتنقل او تشتغل على الخلفيه بتاعتي. ده كده بشكل سريع الادوات الاساسيه اللي انا ينفع استخدمها.